الراحه والنجاح دون ماكس بيقول لك ان العقل البشري اصلا ديزايند ان هو يبقى مرتاح. عقلك مبرمج على حاجات معينه روتينيه هيعملها كل يوم زي ما هي. فمن ضمن الحاجات اللي هو متبرمج عليها ان هو يخليك على قيد الحياه، ان هو بالمينيمم يخليك عايش. يعني لا عايز يفرز طاقه، ولا عايز يعمل مجهود، ولا عايز يسهر، ولا عايز يذاكر ويمقق عينيه، ولا عايز يعمل حاجه تخليه يخرج عن المعتاد، ولا عايز ياخد ريسك، ولا عايز يا برنس انا موجود عشان اخلي المكنه دي شغاله. النجاح بقى والافورت الزياده والحاجات الاكستريم دي، والناس بتوع المصارعه مثلا، انا بتجنن من الناس بتوع المصارعه دول، بيدعكوا بياخدوا علقه موت. ازاي بقى انت تؤهل نفسك ان انت تتدغدغ كده؟ ده الحاجه الاكستريم، ده الحاجه اللي مش طبيعيه. فان انت تخلي عقلك في الحاجه اللي مش طبيعيه دي حاجه مش سهله جدا، مش سهله خالص، ومش مريحه. مش مريحه لعقلك ان هو حتى مش يتقبلها، بس ده يتقبلها ويتاقلم عليها، وعظمك يوجعك وعضلاتك توجعك من الجيم وجسمك يتكسر وصباح الفل انا هروح تاني. هو في تخلف كده؟ الناجح متخلف كده، الناجح مجنون كده، اللي بيكبر وبيجرو هو متخلف كده فعلا. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.